كتير مننا فاكرين ان اغنية الحكاية ما بتنتهيش اللي كانت الاغنية الرئيسية لفيلم تيتو هي من غناء هاني عادل، والحقيقة ان المعلومة دي مش صح. اللي غنى اغنية الحكاية ما بتنتهيش هو ياسر شعبان. ياسر شعبان هو اخو الفنان هشام نور اللي كان بيغني في فترة التسعينات. ياسر شعبان وهشام نور عملوا فرقة اسمها شارك، وبعدها شاركوا في فرقة الحب والسلام. لكن ياسر شعبان قرر ان هو يركز اكتر في افلام الكرتون، وفعلا كان مشارك في افلام كتير لديزني، زي ان هو كان بطل شخصية هيركل في فيلم هيركل، هو كان شخصية المهرج كلوبان في فيلم احدب نوتردام، هو كان شخصية القائد لي تشانج في فيلم مولان. واختاروا كمان عمر خيرت ان هو يغني مع لطيفة في اغنية فيلم سكوت هنصور، لكن الموضوع ما كملش، والقدر ما امهلش ياسر شعبان ان هو يعبر عن نفسه بالشكل الكفاية او ان هو يبقى منتشر زي ما في ناس كتير قوي منتشرة دلوقتي. وتوفى سنة 2017 بعد فترة طويلة جدا من العطاء وفترة طويلة جدا من النجاحات في أفلام الكرتون وأفلام ديزني تحديدا. ونزلت ديزني نعي في صفحتها الرسمية بعد وفاة ياسر شعبان في 2017، واللي ناس كتير معتبر إن ياسر شعبان زرع وما حصدش، شايفة إن هو اشتغل حاجات كتير جدا وعمل حاجات كتير جدا لكن ما خدش الشهرة اللي هو كان يستحقها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لو عايزين تشاركوا معانا في البرنامج ابعتوا لنا على البيج أو ابعتوا لنا في الكومنتات، وهنشوف مين اللي حابب ان هو يشارك معانا في البرنامج وهيكون موجود في قعدة نادي المزيكا.